السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، معاكم سندس ياسر. اليومين اللي فاتوا انتشر حوار عن زوجة ضربت حماتها في بيت العيلة بمحافظة الشرقية، وتم الكشف عن الموضوع عن طريق فيديو متداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اللي كان بيظهر فيه زوجة صاحب الحساب بتضرب والدته اللي هي حماتها في محافظة الشرقية. الحوار وصل للمحكمة، واحدة واحدة نعرف ايه اللي حصل. في زوجة اعتدت على حماتها بالضرب في بيت العيلة بعد ما حصل بينهم مشادة كلامية بسبب خلافات عائلية طبعا، وانتشر الفيديو للزوجة، واتضح ان اللي نشر الفيديو هو الزوج، ونشره على حسابه الشخصي على فيسبوك، وعلق على الفيديو وكتب: أمي حقك عليا يا نور عيني، لو اني موجود ما كانش حصل اللي حصل، كنت دايما تقوليلي معلش استحمل وادي اخرتها ضربتك. وأضاف: أنا مراتي اسمها نداء، واللي ظاهرة معاها في الفيديو دي أمها واسمها رندا، وأنا حبيت أنزل الفيديو عشان هما ماشيين يقولوا في البلد إن أمي اللي بدأت الخناقة، أمي اللي ضربتها الأول، وهما ما ضربوهاش. بس الحمد لله نسيوا إن في كاميرات، وإني قسما بالله بمر بظروف صعبة ما يعلم بيها إلا ربنا. حق أمي أنا هجيبه، أنا نازل مصر قريب، حسبي الله ونعم الوكيل. وبعد ما الحوار اتطور عندنا وتم تحرير محضر بالواقعة، تم استدعاء المجني عليها اللي هي الحما، اللي قالت إن زوجة ابنها اعتدت عليها بالضرب. ولما تم استدعاء الزوجة ال- اعترفت إن هي فعلا اعتدت على حماتها بالضرب، ما أنكرتش أي حاجة. وتم حبس البنت 4 أيام على ذمة التحقيق. وبعد ما تم حبس البنت طلعت أم البنت في فيديو بتقول: حماتها ست صعبة، ما كانتش بتسمح لي إن أنا أجي أزور بنتي، ولا كانت بتسمح لبنتي إن هي تيجي تزورني، كانت على طول كأنها واقفة لها على الباب: انت رايحة فين وجاية منين ونازلة امتى، ما كانتش بتخليها تخرج خالص، كأنها قاعدة حرسها. حتى الفلوس اللي كان بيبعتها جوز بنتي ليها كان لازم تروح لحماتها الأول، وهي اللي تبدأ تقسم الفلوس وتديها جزء تمشي بيه بيتها، على أساس إن هي بتديها مصروفها. كانت بديها فلوس أصلا ما تكفيش احتياجات البيت، فالبنت كانت بتيجي تطلب من باباها فلوس هو اللي يديها لها وتقدر تمشي بيها بيتها، وتصرف على نفسها وتصرف على بنتها. الحوار بدأ بمشادة كلامية بينهم، وصلت إن البنت من كتر العصبية ضربت حماتها. والأم قالت: أنا كنت بحاول إن أنا أفض الاشتباك بينهم، وفعلا قدرت إن أنا أبعد البنت عن حماتها، وكمان مسكت بنتي ضربتها، ورحت لحماتها واعتذرت منها وبصت على راسها، بس الست رفضت الاعتذار تماما، وقالت: ده بيتي وأنا مش هقعد حد فيه، اطلعوا بره. وكمان شتمتني بألفاظ أنا ما أقدرش أقولها. طبعا بعد ما تم تحرير المحضر بالواقع والبنت اتحبست 4 أيام على ذمة التحقيق، الزوج بدأ إن هو ينشر في فيديوهات: أنا هجيب حقك يا أمي، سامحيني على اللي حصل فيكي، ونسى خالص إن مراته أصلا محبوسة. وأم البنت كانت طالعة في الفيديو كل همها بعد ما حكت القصة إن بنتها بس ما تتطلقش، بس هي عادي كانت قابلة إن بنتها تعيش في بيت ما لا يصلح أصلا للتعايش. كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن ملابسات في الفيديو المتداول للزوجة وهي بتضرب حماتها داخل المنزل. وبعد أن تم استدعاء المجني عليها، وقالت إن زوجة ابنها اعتدت عليها بالضرب. ولما تم استدعاء الزوجة اعترفت إن هي فعلا ضربت حماتها. قررت المحكمة يوم السبت براءة نداء حمدي المتهمة بضرب حماتها داخل منزل الأسرة الكائن بقرية ديرب بالبلد، وذلك عقب توقيع المجني عليها تنازلا عن القضية. وكانت قررت المحكمة تحديد جلسة موضوعية للتصالح في القضية ضرب المتهمة لحماتها داخل المنزل بحضور المجني عليها، وتم التصالح بينهما. وتعود بداية تفاصيل القضية رقم 15668 لسنة 2024 جنح دائرة ديرة بنجم بمحافظة الشرقية، عند تلقي الأجهزة الأمنية من مديرية أمن الشرقية بلاغ من حنان في العقد الخامس من عمرها ضد نداء 20 عام، بتتهمها بالتعدي عليها وسبها بألفاظ نابية. ويأتي هذا على خلفية تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو للبنت وهي بتضرب حماتها، وده أثار غضب واستنكار متابعين كتير، وأدى لتعاطفهم الشديد مع الحماة من غير أصلا ما يعرفوا فيه ايه. وفي الوقت ذاته اللي انتشر فيه الفيديو، نشر ابن السيدة المعتدي عليها الفيديو على أغنية بالورقة والقلم. طب أنا ايه اللي يوصلني إن أنا أنشر فيديو لأمي وهي بتتضرب على أغنية صعبانيات؟ وايه كمان اللي يوصل حد ان هو يضرب حد بالطريقة دي؟ ما هو انت ما تعصبنيش وتيجي تقولي اللي انت عملته ده غلط او عيب او قلة ادب. احنا لا مع البنت ولا مع الحما، احنا شايفين ان الغلط كله على الزوج، لان هو محطش الحدود من الاول. وبكده نكون شرحنا موضوعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.